استيقظ صباح اليوم الأربعاء أهالي بلدية المسيد 32 جنوب شرق ولاية سيدي بالعباس في الجزائر على فاجعة تمثلت في وفاة أستاذة لا يتعدى عمرها 35 عام أثر تلقيها عدة طعنات من زوجها، وهي أستاذة في مادة الرياضيات كانت في طريقها نحو مقر عملها في المتوسط جلال عبد القادر بلدية المسيد، بينما قالت مصادر محلية على إنهاء الزوج حياته بعد الواقعة مباشرة. وسيطرت حالة من الذهول والحزن الكبير بين أهالي بلدية المسيد وتلاميذ وعمال مؤسسة جلال عبد القادر التي تنتسب إليها الأستاذة، برجاء الدعاء لها بالرحمة.